السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا. معلش سامحوني على صوتي، انا لسه دور البرد تعبني. جمعة طيبة عليكم. احنا عايزين النهاردة، جالي ايه طبعا اثار العيا، جالي ناس عايزين يشربوا، مش عايزين يشربوا شاي، فعندنا ايه، حاجة ساقعة. فخلاص بعد ما مشوا وشربوا الازاز قلت ما اقوم اتنشط كده، واعمل معاكم ايه الازايز اللي هم كانوا عندي وشربوها، نعمل ليها اعادة تدوير. طبعا انتوا عارفين ان بنتي اتخرجت وعندي عروسة، فقلت اعمل لها شوية اكسسوارات كده، عايزة اوريها لكم هنعملها ازاي. طبعا انتوا شايفين شكل الازازة اهي، فانا طبعا بالابرة والخيط عمال اعمل الاكسسوارات، ما كنتش هصور على اساس اوريكم الفكرة. طبعا انا كل اللي عملته زي كده، بصوا اهو، مثلا بيبقى معايا قطعة من القماش كده، وبقفلها من الجنب وبقص كده اهو. بنقص طبعا القماشة على قد الايه الازازة اهي. بحاول برضو اظبط الناحية التانية. انا حبيت اعمل الازايز كلها على اساس تاخد فكرة اكسسوار، وفي نفس الوقت تكون حاجة كويسة، لان انا بحط فيهم معطر، وبخليها هي ازازة محطوطة كده، بس في نفس الوقت بتبقى فيها، بتطلع ريحة يعني. اهو بصوا، انا قفلتها طبعا من الايه من الجنب اهي. دي قماشات بتتباع في السوق اهي. بصوا بقى، طبعا هنا مفتوحة، بحط فيها اذا كان عود بخور، او بحط فيها الايه الصابون اللي هو العطري ده اهو. بصوا الفكرة سهلة جدا اهو، انا عملت قدامكم. وطبعا في ازايز صغيرة اضطريت ان انا اقفل لها حتت برضو صغيرة على قدها اهو. ومن ازايز البيبس تقدري تعملي لها اعادة تدوير وتشغليها فكرة تانية غير انها الفكرة بتاعتها خالص، وتقدري تثبتي بقى الشغل دوت اهو. بنثبت الشغل طبعا بايه، بمسدس الشمع بتاعنا اللي ساح ده اهو. بعوصها بالشمع كده وانزل بيها كده علشان طبعا تبقى ايه متثبتة كويس. بصوا الازايز بتاعتنا اهي، مجرد ما انا اعملها كده خلاص، طبعا مش هتتحرك ايا كان. وطبعا هنا هديها اهي، هديها برضو بنطة كده اهي. ولما تنزل كده اهي، بصوا لما نزلت اهي، بصوا شكل الازازة. محدش ابدا هيتخيل ان دي ديكور معمول من الازايز بتاعة العصير. تمام كده. عندي طبعا نسبة الوان تانية، دي لسه هنعملها اهي. انت ميزة ان انت تاخدي مقاس الازازة وتغلفيها اهو، وتغلفيها زي ما انت عايزة اهو. بس تاخدي المقاس وتقفليه على قد الازازة. طبعا بتقفلي على قد الازازة من تحت على الواسع، ومن فوق على ضيق. تمام. هتعملي بقى اكسسوار، يعني مثلا انا عندي الازازة دي، بصوا الاكسسوار ده عملته سهل وبسيط قوي، وهوريكم بيتعمل ازاي. بس انا هوريكم الفكرة اللي انا عايزة اعملها من الاكسسوار ده. يعني مثلا انا عايزة اعمل شكل وردة، هحط نقطة شمع، اتنين اهو كذا نقطة شمع حوالين الايه الازازة بتاعتي. تمام كده. هاجي بقى طبعا على الازازة، هشوف الالوان اللي معايا، هديها اهو كده، وممكن واحدة لون تاني اهو، وارجع تاني للون الاولاني اهو، شايفين، وارجع للون الاولاني بتاعنا خالص اهو، وياخد لون ده اهو، وياخد لون برضو اهي. بصوا من نفس القماشة قدرت اعمل
برضو اكسسوار، عايزة اخد واحدة لون مختلف واعملها دايرة. بصوا لو انا خدت الدايرة من دي اهي، اهي بصوا عملت وردة. برضو زي ما انتوا شايفين اللون ده عجبني قوي، فقلت خلاص انا هقفل القطعة ديت اهو وهعملها معاكم. وبالمناسبة كمان نطلع منها الايه الورد اللي احنا بنعمله في الجنب اللي احنا بنقصه ده. طبعا اهي زي ما انتوا شايفين سهلة وبسيطة قوي اهي. طبعا هروح ايه هلبسها في الازازة المتبقية. بصوا شايفين الازاز، انا حاولت ان انا يعني نكسب وقت واعملهم اهو. طبعا بنقلب الايه القماشة بتاعتنا اهي اهو، وابدأ بقى ان انا ايه اثبتها من جوه اهي. طبعا كلنا عارفين وشاطرين، اكيد هتعملوا احسن مني اهو. شايفين الفكرة بسيطة جدا وسهلة، والزيادة دي بتخش جوه اهي. تمام كده. انتي بتعملي بقى الافكار اللي انتي عايزاها، يعني ممكن نحط مثلا حاجة زي كده عشان ايه نكسر اللون شوية اهو. بصوا هتبقى شكل حلو قوي. دي برضو من نفس القماشات عشان نكسر بيها اللون. وهنا مثلا ممكن اعمل من ده الاسترس ده اهو، بس لازم عايزه انزل الازازه اكتر شويه. انا قفلت بقها اهو. بحب الزق ايدي مش عارفه ليه، بحب، لا ده غصب عني. عارفين انا قلت اللي هيخففني نعمل معاكم فيديو. بشوف تعليقاتكم والله العظيم بخف، قلت هعمل فيديو عشان اشوف تعليقاتكم ليا ودعواتكم ليا بالشفاء. بحس ان انا خفيت. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب كل اصحابي. تمام. هنعمل ايه بقى في الازازه دي؟ هندي بنطات كده اهو، بنطات بالمنظر ده، واحط بسرعه قبل ما ينشفوا احط فيهم الايه اللميع ده زي ما انتوا شايفين كده اهو. هما مشكلته ان هو بيلزق في بعض اهو. بصوا الجمال، من اقل الامكانيات اهو تقدري تعملي تحف جميله في بيتك. انا بحب الحاجات دي قوي اهو. بصوا شايفين نطقت ازاي وبقت جميله ازاي. انا لو هي دهبي ما كنتش هينفع عشان ما كانش هيظهر. بصوا بافكار بسيطه قوي تقدري تصنعي اهو. بصوا ودي كمان عجبتني قوي، قلت الزقها معاكم. بصوا طبعا مفتوحه ازاي، انا بلزق اول طرف زي ما هو. بصوا بقى وارجع اهو اقفل عليه كده اهو. بصوا بقى لو انا لميتها كده اهي مش هيبان اي حاجه، ودي تنزل جوه واثبت اهو بالمنظر ده وتنزل على جوه اهو. بصوا وطبعا دي مش هتبقى واقفه كده. على فكره بعد ما اعمل حاجه برضو لما بلاقي فيها حاجه مش عاجباني بروح عايداها، يعني مش شرط انا خلصت الفيديو، لا عادي اهو. بصوا اهو طبعا عشان الفكره تبقى واضحه اهو، ان انا بضرب لون بلون يعني بخفف لون عن لون. ممكن احط برضو فيها هنا خط. بصوا كده هطلع بيه كده برضو هيعمل شكل حلو وهيعمل تصميم جميل اهو. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين
بنعمل برضو الازازة دي عايزين نزوقها كده وتبقى شكلها شيك، فبنعمل كده افكار مختلفة، بنحاول ان احنا ايه تظبط معانا. اهو بصوا اهي، لان كده طبعا تقريبا انا كده خلصت. اهو الازاز اللي كانت معانا كلها ما شاء الله يعني كله اتشرب اهو، ولازم الاستفادة منه. اهو تمام كده. طيب احنا عملنا الفكرة دي هنا في ازازة تانية، بس انا عايزة اعملها فكرة جديدة يعني حاجة تانية اهو، واحط من نفس الايه اللي احنا حطيناه اهو، يعني يبقى واخد شكل اهو الازازة نفسها، بس انا مغطية. بصوا الفكرة اهو، انا مغطية بالاحمر العازل يعني فاصل بين الازازة وبين اهو. اهو في، رحت فين تعالوا بسرعة. يعني دي جت كبيرة شوية اهو، وهنعمل بقى في النص هنا كده ايه يعني خرزة كده اهي، اهي خرزة. بصوا الشكل بتغير خالص، شايفين عاملة ازاي؟ طبعا هنا برضو حاساها عايزة حاجة كده اهو، عايزة يعني اثبت الحتة دي كده اهي، هي مش باينة بس طبعا هتعملها ايه كأنها متطعمة مع بعض. بصوا اهي، ايوه انا عايزة تشد كده اهي. انا العيا خلاني نسيت ان انا اصلا حطيت الشمع. بصوا اهي، ممكن برضو ادي شكل كده اهو. هي دي يعني ايه حاجات بتبقى يعني ذوقيا ليكي، يعني انتي وذوقك تحبي تعملي افكار تانية، تعملي حاجة عكسية اهو. بصوا كل ما امسكها تمشي. اهو بصوا يعني الحاجات دي بصوا تقريبا بنعملها من القصايص يعني. بصوا الحاجات دي بتدي شكل حلو قوي اهو. بصوا هو طبعا ده نفس لون الزجاجة، بس احنا نقدر برضو ايه نعمل برضو فكرة تانية اهو. اهو نديها بنطة كده اهو وتثبت عليه. بصوا عملت شكل كده، شكل جمالي محدش هيتخيل. بصوا الافكار، بصوا الازايز بقت عامله ازاي، محدش هيصدق ان دي من ازايز. دي ازازه شويبس، دي ازازه ميه كنت جايبها ب5 جنيه من السوق. بصوا الافكار بتاعتهم، بصوا الاشكال، وبرده من نفس الفضلات عملت الورد. بصوا عملت فيونكة بصوا حاجات اهي كلها حاجات بسيطة، بس طبعا لما يتحطوا على مكان الجبسون بورد اهو. القماشات اهي بتاعتنا، بصوا بشتري القماشات اهي واعمل منها الافكار بتاعتي. علبة مناديل، اعمل حاجات في هدايا انا بطلعها كده مش بكون صورتها اهو. بصوا الافكار تقدري برضو نزين مثلا. بصوا الازازة دي اهي كده من فوق، عايزة اضافة اهي. انا ببص بركز عشان خايفة لا عدم التركيز مخليني اعمل الاسترس بالمقلوب اهو. بصوا عمالين يقولوا انتي مش قادرة تعملي فيديو، مش قادرة. قلت لهم ايوه، بس انا عارفة انا بخف من تعليقاتكم، والله بحس ان انا سعيدة قوي ومبسوطة.
وبكده اقدر اقول لكم ان احنا خلصنا اهو. بصوا الافكار البسيطه الجميله، من اي ازايز بيبس عندك تقدري تعملي الابتكارات الجميله دي بكل سهوله اهو. بصوا بتقدميهم هدايا اهو لحد انت بتحبيه، بتديله حاجه مش موجوده ومش متوفره في السوق. متوفر حاجات تانية اقيم واحلى، بس انت الحاجه دي انت عاملاها بايدك. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، السلام عليكم.